الحمد لله الحركة كويسة، يوم عن يوم عم بتزيد، والمحلات الحمد لله بسراقب عم تتجهز وعم تنفتح. أنا رجعت مشان أنا لا تغربت ولا شيء، مشان أرجع أعمر البلد، لأن أهل البلد بيحبوني وأنا بحب أهل البلد. نفضت سراقب ركام أسواقها ومحالها التجارية وعادت تنبض بالحياة مجدداً. المحال التجارية عادت للعمل، وبعضها يوفر المواد الغذائية والصحية، بينما افتتحت المطاعم الشعبية أبوابها من جديد. المدينة التي كانت شاهدة على سنوات من المعاناة بدأت تشهد حركة ونشاطاً في أسواقها وشوارعها. دعونا نتابع في هذه الجولة كيف هي حال أسواق مدينة سراقب اليوم بعد سقوط النظام البائد وعودة أهلها إليها. بالنسبة لأصحاب المحال التمديدات الصحي يعني أغلبيته الحمد لله فتحوا. بالنسبة لأصحاب الأراضي الزراعية الحمد لله بدروا، فلحوا الأراضي وبدروا، والحمد لله في إقبال، يعني في إقبال. أبو هاي مثلا مطاعم صار عندنا الحمد لله، هاي مطاعم شوي اثنين، مطعم فلافل، في محلات، في محل في سوق الهال، وفي محل كهرباء، وفي الأمور للأفضل، جاي للأفضل، الأمور جاي للأفضل. هلا انا حيوي خبز، مشاوي، لحم ني، الحمد لله رب العالمين. بالنسبه للمحل مثل ما قلت لك رزقه، واهم شيء انه انا مشان افضل العالم. طبعا كنت متاجر قبل بحزانه، كنت فاتح محل بحزانه ومحل بكفر يعمول، وان صار تحرير سراقب ثاني يوم كنت عم ظبط المحلات. حركه السوق ابني هلق ابن اخوي هلق كل يوم على زياده، كل يوم على زياده، والعالم عم تصلح والعالم عم ترجع على بيوتها كمان، حتى في نسبه 30% عم ترجع بتصلي على حالها وبتسكر. فتحنا من أسبوعين، متوفر عندي مستلزمات صحية، خزانات وأدوات خردوات وكهرباء، وفتحنا من أسبوعين والحركة إن شاء الله كويسة. إن أول ما فتحنا أول يومين كانت الحركة ضيقة، بعدين هلق ما شاء الله عم بتزيد الحركة، يوم عن يوم عم بتزيد، وفرص العمل لكثير شباب، بس صارت كويسة. الحركة التجارية الحمد لله كويسة كثير، يوم عن يوم عم بتزيد. يعني كانت الخلق أول أسبوع يأساني، هلق ما شاء الله يعني صار في عائلات سكنت هون، والخلق عم تجي عم بتجهز من عندي، عم تاخذ صحي وأدوات مي عم بتجهز. أنا أول ما تحرر السراقب جهزنا المحلات واتكلنا على الله وفتحنا، والإقبال كتير كويس، حركة تجارية كويس. يعني هلا بدأ محلات تجهيز، أغلبية العالم بدها تجي تشتغل، بس عم تطلع هيك مصارف صحية ما في، مدارس ما في، مجرور يعني هذا ما في، والإقبال كتير كويس. الشغل الحركة كويسة كتير، وفي إقبال شغل، والعالم أغلبيتها يعني بشرق كلها يعني عم ترجع على بيوتها الحمد لله رب العالمين. محل غذائي كامل متوفر فيه كل شيء. نحن الخبز عم نجيبه تمشية أمر للناس، إلا ما هو لازم ما نجيبه نحن، بس هي خدم للناس يعني. الحمد لله رب العالمين. تحررت سراقب 8 شهر، نحن ب10 شهر كنا هون. نحن بنشتغل بالزريقة وبالعمارة وما شابه ذلك، الحمد لله الأمور تمام الحمد لله. وسراقب بس بدها شوية هيك بتعرف انت، يعني العالم ترجع، والحمد لله الأمور طيبة كثير الحمد لله رب العالمين. بس والله الجيش يعني معفش كثير وخير منا كثير والله ما عم نلاحق خطي ترقيع، وما مخلي لنا شيء خالص، لكن سمير يا زلمه بسمار شيء لنا اياه. حسبنا الله ونعم الوكيل، والله خراب كثير. الحمد لله مشتغلين، الامور طيبه، وهلا غليك الحركه رايحين جايين العالم، الامور كثير كويسه الحمد لله. بسراقب كثير كويسه وبتحب الكل، وسراقب للكل.